الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وما زلنا في كتابنا الماتع حتى يعلم الشباب، وكنا في بيان معاني قوله الرسول قدوتنا. قال تعالى: نتأسى بالمثل الأعلى للتواضع وبالمثل التي انطبع عليها سيد العرب والعجم عليه الصلاة والسلام. وإليكم يا شباب شذرات خاطفة من تواضعه الجم صلى الله عليه وسلم وخلقه العظيم، لتعرفوا خلق النبي صلوات الله وسلامه عليه في التواضع والتياسر وخفض الجناح. أجمع من عاصر النبي صلى الله عليه وسلم ورآه أنه صلوات الله وسلامه عليه كان يبدأ أصحابه رضوان الله عليهم بالسلام، وينصرف بكليته إلى محدثه صغيرا كان أو كبيرا. وكان صلى الله عليه وسلم ويكون صلى الله عليه وسلم آخر من يسحب يده إذا صافح، وإذا أقبل جلس حيث ينتهي بأصحابه المجلس، وكان يذهب إلى السوق ويحمل بضاعته ويقول: أنا أولى بحملها، ولم يتكبر عن عمل الأجير والصانع، سواء كان في بناء مسجد المدينة أو الخندق. وكان يجيب دعوة الحر والعبد والأمة، ويقبل عذر المعتذر، وكان يرقع ثوبه ويخصف نعله ويخدم في مهنة أهله صلى الله عليه وسلم. وكان يعقل بعيره أن يربطه في عقاله، ويأكل مع الخادم، ويقضي حاجة الضعيف والبائس، ويجلس على الأرض صلى الله عليه وسلم. وكيف لا، وقد أدبه الله سبحانه بهذا الأدب القرآني حين قال: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. تعالوا نتأسى أيضا بقدوة العفو والحلم التي بلغ فيها عليه الصلاة والسلام أعلاها، سواء كان عفوه وحلمه فيما يلقاه من جفوة الأعراب، أو فيما عامل به بعد النصر والقوة غطرسة الأعداء. أما عن حلمه فيما يلقاه من جفوة الأعراب فنذكر هذين المثالين. الأول: أخرج البخاري رحمه الله تعالى عن عبد الله أي ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين آثر النبي صلى الله عليه وسلم ناسا، أعطى الأقرع بن حابس رضي الله عنه 100 من الإبل، وأعطى عيينة رضي الله عنه مثل ذلك، وأعطى ناسا. فقال رجل: والله إن هذه القسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله. وهذا الأمر يا إخوة يعني يغضب كثيرا الإنسان، بالذات النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله: فأتيته فأخبرته، فقال صلى الله عليه وسلم: من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله، إذا لم يعدل الله ورسوله. رحم الله موسى، قد أوذي أكثر من هذا فصبر. والمثال الثاني: روى الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، أي رقبته غليظة، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة، شد النبي صلى الله عليه وسلم من ردائه، فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت به حاشية البرد من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه صلى الله عليه وسلم وهو القوي على أن يعاقبه وأن يحاسبه، لكنه التفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. فهذا من حلمه صلى الله عليه وسلم مع الجفاة من الأعراب. وأما عن حلمه صلى الله عليه وسلم فيما عامل به الأعداء بعد القوة، فحسبنا أن ننظر إلى معاملته لأهل مكة الذين أسرفوا في إيذائه وأمعنوا في اضطهاده وأخرجوه من بلده وتآمروا على قتله صلى الله عليه وسلم، وقذفوه بكل بهتان من القول وزور، لتتجلى لكم يا شباب نفسه الكريمة في مرآة عفوه وصفحه الجميل عليه الصلاة والسلام. انظروا إليه فاتحا في جيش كبير لم تر جزيرة العرب مثله يكتسح مكة وتطأها خيله. انظروا إليه والبلاد
في رحمته يشملها عفوه، والسادة الزعماء الذين عتوا في الأرض وفعلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأفاعيل يجزون بالبر والإحسان ويعاملون بالعفو والصفح الجميل، وحكام الأرض لا تعرف لأمثالهم غير قطع الرؤوس، فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن جمعهم ومناهم وأمنهم وقال لهم قولته الخالدة: ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وكيف لا، وقد أنزل الله عليه في محكم التنزيل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال: فاصفح الصفح الجميل. تعالوا نتأسى أيضا بقدوة القوة الجسدية التي فاقت كل قوة، لتعلموا يا شباب العظمة الشاملة في شخصية نبيكم عليه الصلاة والسلام. وكيف لا، وقد صرع عليه الصلاة والسلام سيد المصارعين ركانه 3 مرات، فقال له بعد الثالثة: أشهد أنك رسول الله. وكيف لا، وقد تصدى عليه الصلاة والسلام لأبي بن خلف في معركة أحد بحربة سددها إلى صدره فسقط عن الفرس وهو مدرج بدمائه. وكيف لا، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يلجؤون إليه عند حفر الخندق لتفتيت صخرة كبيرة صماء لم تعمل فيها السواعد ولا الفؤوس. وكيف لا، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يلوذون بالنبي صلى الله عليه وسلم عند اشتداد المعارك لما يعلمون من رباطة جأشه وقوة جسمه ومتانة أعصابه صلى الله عليه وسلم. وكيف لا يكون عليه الصلاة والسلام في أعلى مراتب القوة، وهو القائل: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. رواه مسلم. وكيف لا يعطي لأمته جانب القدوة في قوة الجسم ومواقف البطولة. وقد أنزل الله عليه في صريح آياته: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. تعالوا نتأسى بقدوة الشجاعة التي أعطى بها المثل الأعلى صلى الله عليه وسلم في الجاهلية والإسلام. وإليكم يا شباب نماذج من شجاعته، عسى أن تتأسوا بهذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم، فلا تخشون جبارا ولا تخافون طاغوتا ولا تهابون عدوا، ما دمتم على الحق والهدى والصراط المستقيم. قد امتحنت شجاعته عليه الصلاة والسلام طوال حياته، فما تطرق إليها وهن وما أصابها ضعف، وهذه الشجاعة لازمته منذ الصبا، فهو فيها المجلي في الجاهلية والإسلام. استحلف مرة وهو صبي باللات والعزى، فقال: لا تسألني بهما شيئا فوالله ما بغضت شيئا بغضي لهما. هذا الصبي يتحدث بهذه الجرأة عن آلهة القوم، لا يخشى بطشا، وهو المشهور بالحياء، حتى قيل في حيائه صلى الله عليه وسلم: إنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها. خرج إلى اليمن صلى الله عليه وسلم في قافلة مع عمه، وكان في السابعة عشرة من عمره، فرأوا في واد فحلا من الإبل قد توحش وجمح، فتعرض له محمد صلى الله عليه وسلم الشاب وكبح جماحه، واعترض القافلة واد مليء ماء فهابته الجماعة، فتقدم وقال: اتبعوني. هذه أمثلة من جرأة الصبا، ولكن الأمثلة التي نريدها والتي ينحني لها أبطال العالم إكبارا وإجلالا هي تلك التي ضربها بعد الرسالة صلى الله عليه وسلم، وبعد أن جهر بالدعوة، وبعد أن هاجر إلى المدينة. يقول علي كرم الله وجهه: كنا إذا اشتد البأس وحمي الوطيس واحمرت الحدق اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه صلى الله عليه وسلم. وهاكم حادثين هما عندي المثل الأعلى. يقول المؤلف في شجاعة المحارب: الأول: فزع أهل المدينة ليلة، فانطلق ناس قبل صوت فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وقد سبقهم إلى ذلك الصوت واستبرأ الخبر صلى الله عليه وسلم على فرس عري أي من غير سرج لأبي طلحة رضي الله عنه والسيف في عنقه وهو يقول لن تراعوا صلى الله عليه وسلم. والمثل الثاني ويوم حنين وقف على بغلته والناس يفرون عنه ويقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، فما رؤي أحد يومئذ كان أثبت منه ولا أقرب للعدو. ولقد اخترت هاتين الحادثتين من تاريخ طويل لأن الأولى منهما هب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكان الخطر قبل أن يتحرك الناس، وفي الثانية ثبت عليه الصلاة والسلام في مكان الخطر وقد فر الناس، والذين لهم علم بالحرب يعرفون أن هذين الموقفين بهذين الموقفين تمتحن الشجاعة ويعرف الأبطال، فليس أصعب على النفس من السبق إلى الخطر ولا من الصبر عليه وقد استولى الخوف وغلب الرعب. وكيف لا يكون صلى الله عليه وسلم شجاعا مقداما في أخطر المواقف وفي أحلك الظروف، وقد أنزل الله عليه في محكم آياته يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وأنزل أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. أسأل الله أن يجعلنا ممن يقتدون بالنبي عليه الصلاة والسلام على الوجه الذي يرضاه ويحبه، وأن يحشرنا في زمرته. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.